جيلي جي اكس 3 برو. العربيه دي اول تجربه حصريه ليها في مصر. العربيه معانا بقالها مده وكنا بنجربها وخدنا كل الانطباعات عما تقدم استهلاك البنزين وبتقدم ايه مساحات لكروس اوفر في الحجم تحت المدمج. عربيه بسعر الناس ما سمعتوش بقالها مده. العربيه مستورده جايه منشأها صيني بالكامل ومن شركه كبيره زي جيلي. العربيه دي ب 670 الف جنيه. 670 الف جنيه دول بيقدموا لك بنفيتس كتير، لكن مفيش حاجه من غير عيوب. تعالوا نتكلم عليها لانها تهم فئه كبيره جدا، اسر صغيره، حد لسه متجوز جديد، حد بيدور على عربيه مرتفعه عن الارض. هنكلمكم النهارده عن كل اللي شفناه معاها على مدار التجربه المطوله. جيلي جي اكس 3 برو عربيه تهم ناس كتير قوي، وكنت اول ما ننوه انها جايه مصر من حوالي 3 شهور وقلت ان العربيه دي لو نزلت تحت ال 700 الف جنيه وجت فئه واحده بالمواصفه الاعلى هتكون عربيه كويسه وحصان رابح. زي ما توقعنا العربيه دي حجوزاتها كتير وناس كتير مهتمه بيها. ناس كتير جدا مش لاقيين عربيات كروس اوفر مستورده مش تصنيع محلي يعني بالسعر ده، وحتى التصنيع المحلي تجاوزت السعر ده بكتير وعليها اوفر برايس وعليها مبالغات. فالعربيه دي الحصان الرابح فيها تسعيرها وما تقدم. عربيه تبدو صغيره وهي فعلا صغيره. عايزك تعرف ان العربيه دي سب كومباكت كروس اوفر وفي الحجم تحت المدمج، لكن فيها بنفيتس كتير الصراحه. والعربيه مش فاضيه، العربيه مش فقير. وشكلها كمان وتصميمها تصميم النسخه البرو دي. خد بالك ان كان في نسخه جي اكس 3 عاديه ونزلت في دول عربيه كتير وانتشرت وباعت في دوله زي تونس، دوله شقيقه جنبنا يعني، لكن ما كانتش جات لنا للاسف. التحديث بقى النسخه البرو دي مع الشبكه الاماميه وشكل الفوانيس الاماميه والخلفيه اللي تعدلوا واتغيروا واتدلعوا، والعربيه كمان من جوه اتغيرت تغيير كامل وخدت الدي ان ايه بتاع جيلي الجديد، وتحس كده انك قاعد قدام شاشه كول راي. هي حجمها اصغر شويه، لكن الانطباعات والتغيير في شكل العربيه كمجمل بره وجوه جيدين الصراحه، والمواصفه جيده. خلينا لما يجي الكلام عن الاوبشن والباكج اللي بتتقدم في العربيه نتكلم، لكن خليني اقول لك ان البطاقه الفنيه للعربيه دي هي بطاقه فقيره. يعني ما تتوقعش من العربيه دي الكثير. العربيه معانا موتور تنفس طبيعي 1500 4 سلندر الحمد لله، مش 3 سلندر يعني علشان الناس اللي بتنزعج من ده في مصر، وانا واحد منهم الصراحه. مش كل العربيات الثلاثه سلندر اداء كويس، رغم ان اخوات العربيه دي الوحيدين الثلاثه سلندر اللي كانوا مبهرين. وما تسالنيش انا برضو كنت اول ما نجربهم في مصر وكنت رشحت العربيات دي بقوه. يعني اسال ملاكهم الكول راي والاوكافانج واخواتها الكبار، العربيه 7 سيتس والكول راي، العربيه الكروس اوفر الشبابيه جدا وذات الاداء الرياضي حتى بالموتور 3 سلندر ادائهم ممتاز ولا شكوى منهم حتى الان، والعربيات ماشيه وشغاله والدنيا زي الفل يعني. جيلي تقدمت جدا يا جماعه. وقبل ما نحكي عن البطاقه الفنيه للعربيه دي، انا يعني في حته فوتها مهمه قوي، ان جيلي بقى عملاق صناعه. جيلي في 2018 باعت 1.5 مليون عربيه. جيلي عندها فروع فخمه جدا للعربيات الكهرباء، الزيكر، الفروع المنفصله، ولينك اند كو اللي مبهدلين اوروبا حرفيا، و5 نجوم في اليورو انكاب وقصه كبيره قوي، وتكنولوجي فولفو اللي نقلت. يعني جيلي استفادت قوي من استحواذها على نص لوتس وبروتون واستحواذها الكامل على فولفو، يعني قصص كبيره، و10% من اسهم مرسيدس. عملاق اقتصادي وصناعي كبير جدا جيلي. فلما نيجي نتكلم عن الصينيين والعربيات الصيني انسى، ما تحطش جيلي مع بقيه الناس. يعني زي ما بي واي دي عملاق في صناعه السيارات الكهربائيه كده. الموتور اللي هنا 1500 4 سلندر، موتور تنفس طبيعي بيخرج 103 هورس باور و140 نيوتن متر عزم. ارقام شبيهه جدا جدا بالاقتصاديات اللي موجودين في الاسواق واللي لسه واحده من نفس الفئه كانت نازله، بس للاسف بسعر مفزع، سعر غريب خلى الناس يعني تقول مش عايزين نشوفها حتى، وانا منهم الصراحه. يعني انا بعد ما جربتها انا قلت ايه ده، ايه التهريج ده؟ خدتها من التوكيل يوم الحفله عشان اجربها. السوزوكي فونكس عربيه بتقدم نفس الارقام ويمكن نيوتن متر عزم اقل كمان، وتقنيه فتيس قديمه شويتين. هي العربيات دي مش محتاجه اكتر من كده، الاربع سرعات الاوتوماتيك التقليدي. فيعني بصراحه الموضوع سخيف قوي. بيخدم العربيه دي هنا فتيس سي في تي، وانا عارف انك انت ما بتحبش فتيس السي في تي ولا انا بحبه، بس العربيات دي والتوليفات دي مش محتاجه اكتر من كده. فتيس سي في تي بسوفت وير 8 نقلات، يعني هيدوك احساس النقلات لكن هو احساس وهمي شويه. والعربيه فيها الستيب ترونيك في الفتيس، يعني ممكن تنقل مانيوال
وتحسس نفسك انك بتنقل 8 نقلات والكلام ده. لكن هو فتيس غير متغير السرعات، وانتم عارفين انه فتيس على سنج شوت كده وتروس حركه مستمره، فهو فتيس ممل شويه لكنه بيميل للاداء الاقتصادي. طيب العربيه دي ادائها عامل ازاي؟ ادائها مقبول، ادائها كويس، يعني العربيه دي لا تعاني، تميل للنعومه، تنفع قوي قوي زي ما كنا بنتكلم اسره بسيطه او يعني عددهم او حجمهم مش كبير قوي، وتنفع قوي العائلات اللي بتدور على عربيه كروس اوفر او واحد متزوج حديثا او الكلام ده، تحل مشاكل كبيره قوي. المنافس الرئيسي ليها رينو ستيب واي ودلوقتي مش موجوده، وعندك سوزوكي فونكس موجوده بمليون و300 الف جنيه. فالعربيه دي ادائها يعتبر اداء بسيط، مش هتعجز معاك خالص، عربيه استجابتها كويسه، عربيه يعني بتمشي على سرعه عاليه بشكل مقبول، لكن الموتور بتلاقيه بينحر منك شويه وبيعاني شويه على السرعات العاليه، والاستجابه زي ما بقول لك كده والريسبونس جيدين مقبولين. اللي عجبني في العربيه دي قوي الفرامل بتاعتها، فرامل العربيه دي ممتازه الصراحه، كويسه جدا، واستجابتها في المواقف الحرجه جيده جدا. ومش هيخفى عليك انك تعرف ان العربيه دي فيها بريك اسيست وفيها اي بي اس واي بي دي وفيها اي اس سي وفي دي سي فيكل دايناميك كنترول، ويعني والثبات الالكتروني موجود وتراكشن كنترول. لا، وسائل الامان في العربيه دي ووسائل الاتزان والثبات في العربيه دي كويسين جدا، وهتلاقي يعني مسميات كتير جدا، وهيل ستارت اسيست الحفاظ على الثبات عند المطالع. يعني العربيه مش ناقصها حاجه من منظومه الامان والفرامل الحديثه الصراحه والاتزان والثبات. عشان كده هقول لك ان ثبات العربيه دي كويس، وده يخليك تستغرب شويه ابعاد العربيه وطولها وحجمها وارتفاعها عن الارض 18.5 سم، اللي كويس قوي للناس اللي بقت تقلق في الشتاء وفي الحفر وفي النقر والكلام ده ويميلوا لاتجاه الكروس اوفر. العربيه دي جايه تقدم لك ارتفاع ممتاز، لكن ثبات العربيه دي كويس، ثبات العربيه دي لحد 120 معقول جدا وجيد جدا جدا، ومقارنه بسيارات من فئات تانية لا مقبول جدا جدا الصراحه، يمكن يفوقوها سعرا شويه. فانا جاي اقول لك ان العربيه دي جايه تقدم المضمون اللطيف، هتوديك من نقطه الف للنقطه ب باداء موتور على القد والدنيا تمام، واستجابه مقبوله وجيده، سواء الراجل اللي هيسوقها او سيده اللي هتسوقها، والدنيا تمام، ما تتوقعش منها اكتر من كده. استهلاك البنزين جيد في العربيه دي، مش وحش خالص، والمفروض ان استهلاك البنزين تحت 7 لتر، واحنا شفنا ان التفويله يعني اقتربت من ال 600 كيلو، ده رقم معقول، وخصوصا ان تانك البنزين بتاع العربيه دي مش وحش، سعته 45 لتر، وده رقم كويس. زي ما قلنا وسائل الامان اللي قلناها دي كلها، لكن الحلو ما يكملش. كنت اتمنى ان العربيه دي يبقى فيها 4 اير باجز، للاسف فيها 2 اير باجز بس. تاير بريشر مونيتورنج سيستم، مقياس ضغط اطارات، في دي سي، اي اس سي، بريك اسيست، اي بي اس، اي بي دي، هيل ستارت اسيست، يعني كل ده ونسيت تحط 2 اير باجز، حاجه دمها تقيل الصراحه. العربيه حجمها مش كبير، مش محتاجين 6 ولا 8، لكن على الاقل كنا محتاجين 4 او ستاره الجانبيه تبقى موجوده، كان ده يهمني قوي الصراحه، ده واحد من العيوب اللي ممكن نعلق عليه. لما نيجي بقى نتكلم عن باكج الاوبشن والرفاهيه، حصان رابح في العربيه دي. كيلس انتري، دخول العربيه بدون مفتاح، ستارت انجن، عندك هنا كمان فتحه سقف، عندك كراسي حلوه قوي ومريحه للسائق وللي قاعد جنبه، مريحه جدا جدا، والغريب ان تصميمها رياضي وفيها ستيتشنج احمر كده، فممتازه. العربيه كلها بالكامل الكراسي جلد، وتصميم الفرش بتاع العربيه جيد يعني. عندك التكييف مستوى تبريده متميز، عندك الشاشه فيها توصيل للابل والاندرويد وايرلس، وده ممتاز جدا، تقدر تعرض كل شاشه الموبايل بتاعتك على العربيه، تفتح فيديوهات، تفتح الخرائط، تفتح اللي انت عايزه، تتفرج على اللي انت عايزه، كل حاجه هتوصل وايرلس بدون سلوك. وفي توصيل كمان بالسلك، لكن في توصيل وايرلس، وده بالنسبه لي كويس قوي. كاميرا خلفيه وبارك سنسور خلفي، زي ما قلنا فتحه سقف، مرايات كهرباء، يعني انت يعتبر مش ناقصك حاجه خالص كنت تتمناها في الفئه دي. الفئه اللي جايه تتقدم لك بسعر اقتصادي بصراحه مش هيمينك من حاجه. جنط 16 والجنط مطفي كده ولونه جريش لطيف قوي يعني، فشكله بالنسبه لي لطيف. المرايات عليها كاربون فايبر، لكن من العيوب اللي يعني حاجه مش طالب مزيد، ما كنتش طالب كاميرات 360 ولا مجموعه الدرايفر اسيست ولا الكلام ده، يعني كنا نتمنى ان المرايات تبقى ضم. بس عايز اقول لك ان في حاجه تانية هتبسطك قوي، العربيه دي فيها وحدات رفع بين الريموت وتنزيل الازاز، بترفع الازاز وتنزله. وكمان العربيه دي
حتى لو انت ما استخدمتش الريموت، اول ما تقفلها لو انت سايب الازاز وفتحه السقف مفتوحه هتقفلهم لوحدها. يعني وحده الرفع دي بتعمل حاجات متميزه قوي، فده مناسب جدا لسيده بتستخدم العربيه او رجل يعني وشايل حاجات وبينسى الازاز، او حد بينسى على طول، او بينسى يقفل فتحه السقف او الكلام ده. العربيه ما تقلقش، هتقفلهم لك وترفعهم لك وتفتحهم لك لوحدها، سواء من الريموت او لو انت نسيت ودوست على البصمه اللي في العربيه. فيعني العربيه تعتبر كمنظومه اوبشن. غير ان انا عايز اقول لك ان العربيه الدركسيون بتاعها متميز جدا وشكله متميز جدا، والستيتشنج الاحمر اللي فيه والجلد تحسه كده معمول يعني حاجه سوليد مش بالفئه دي. العربيه كمان فيها تحكم في الميديا كامل، وزراير المالتي فانكشن داخل فيها الكروم شيك قوي، وكمان فيها مثبت سرعه ومحدد سرعه، كروز كنترول وسبيد ليميتر. لما نيجي بقى نتكلم عن مساحات العربيه دي، لا هنتكلم عن مساحات مش كبيره، مساحات متوسطه، يمكن الجلوس في الخلف، لكن لو انت بترجع الكرسي قوي زي ورا كده اللي قاعد وراك هيبقى متضايق الصراحه، عايز يقعد وراك طفل صغير. لكن الكرسي اللي جنب السواق، سالت اللي كان قاعد جنبي لما رجعته كان مرتاح جدا، وكان في المساحات اللي هنوريها لكم دي وانا قاعد ورا، يعني يمكن جلوس شخص بالغ في الخلف واثنين صغيرين، عشان واحد ورا السواق مش هيبقى عارف يقعد كويس، او اثنين متوسطين الحجم، هذا كافي تمام. شنطه العربيه تعتبر مقبوله لكنها غويطه مش عريضه، يعني 400 لتر ده رقم مقبول جدا واكبر من المنافسين، لكنه رقم غويط يعتمد على طول وعمق حجم شنطه العربيه دي. فالشنطه فيها عيب انها مش عريضه ولكنها غويطه، تشيل تحت يعني في عمق يعني. فمساحات التخزين ومساحات الجلوس نقدر نقول لك انها متوسطه ليست الافضل. فعايزين نقول لك كده ان احنا غطينا كل حاجه والعربيه موجوده، وعرفت اجيب لكم كمان اسعار الصيانات وقطع الغيار. صيانات العربيه دي حتى 100,000 كيلو هي 41,000 جنيه، اقل من اقرب منافس ليها اللي مش متاح حاليا ريدو ستيب واي ب 10,000 جنيه، اللي بتوصل صيانتها لحد 100,000 كيلو ل 51,000 جنيه. كمان اسعار الحاجات الفاست موفنج، قطع الغيار السبير بارتس الفاست موفنج والحاجات السريعه معقوله، وتعتبر بعد الزيادات مؤخرا في التوكيلات واسعار الاتيال والكلام ده تعتبر معقوله. وعايز اقول لك ان سعر البروتون تيل الفارم بتاع البروتون ساجا تجاوز ال 3,500 جنيه، فيعتبر سعر تيل فارم العربيه دي والفلاتر والكلام ده جيده. سعر العربيه دي 670,000 جنيه، ولكن سمعت ان عليها ممارسات واوفر برايس. لا تستجيب لانك انت بتاخد اقل القليل. احنا راضيين بان العربيه موجوده بسعر جيد، والصراحه وتحب بسعر جيد في وقت غريب زي ده، لكن اتمنى من توكيل ابو غالي انه يوفر العربيه دي للحاجزين ويحاول يمنع الممارسات اللي بتحصل على العربيه دي من اوفر برايس. كان معاكم محمود خيري، وتقييم كامل شامل سريع. العربيه فيهاش حاجات كتير قوي نتكلم عنها، لكن مضمونها وسعرها هم اللي يرشحوها بقوه للي محتاج عربيه اقتصاديه.